في ناس لما تقع بتتهزم، بس في ناس تانية الوقعة بتكون أول سطر في حكايتهم. أنا مالك، واللي هحكيه النهاردة مش قصص نجاح، دي قصص فشل، بس من نوع اللي بيرجعك تقف أقوى. ودي حكايات من كتاب الفشل البناء، تأليف جون سي ماكسويل، هنا في بوك بايتس بالعربي. الكتاب بيقولك من أول صفحة: الفشل مش نهاية، الفشل بداية، بس لو عرفت تتعامل معاه صح. في فرق كبير بين حد بيقول أنا فشلت وحد تاني بيقول أنا فاشل. الفرق: الأول عدى بتجربة، التاني حط نفسه جوه الفشل. جيف بيزوس مؤسس أمازون فتح مشروع اسمه زي شوبس وفشل. جرب يبني تليفون ذكي وفشل، بس كل مرة كان بيتعلم حاجة وبيبدأ من أول وجديد بنفس الإصرار. والت ديزني اتطرد من أول جورنال اشتغل فيه، قالوا له ما عندكش خيال، وفي أول مشروع استوديو خسر، بس رجع وعلم العالم يحلم. وحتى مايكل جوردن اترفض من أول فريق باسكت في المدرسة، قال خسرت أكتر من 300 ماتش، ضاع مني الكورة وأنا بلعب آخر هجمة 26 مرة، بس كل ده هو اللي خلاني أنا. وستيفن كينج الكاتب الأشهر في روايات الرعب، أول رواية كتبها اترفضت من أكتر من 30 ناشر، رماها في الزبالة. مراته لقيتها طلعتها وقالت له جرب تاني. وفي ست كانت عايزة تفتح مطبخ منزلي، بدأت بوصفات على الفيسبوك، أول شهر ولا طلب، التاني تعليق سلبي، بس في الشهر الثالث الناس بدأت تسأل فين الأكل ده؟ دلوقتي فتحت كافيه صغير باسمها. وفي واحد اشتغل في التسويق، اترفض من 15 وظيفة، كل مرة يراجع نفسه، يطور السيرة الذاتية ويتعلم من المقابلة. في المرة 16 اشتغل وبعدها بقى مدير. وفي شاب حاول يقدم على منحة سفر 5 سنين متتالية، كل سنة يترفض، لكن في الستة اتقبل وسافر ورجع يدرس للناس ازاي يكتبوا الطلبات. وفي واحدة بدأت تتعلم كروشيه علشان تقتل الوقت بعد ما اتفصلت من شغلها، كانت بتلخبط في أول خيط بس استمرت، باعت أول قطعة بمبلغ رمزي، وبعد سنة بقت تبيع في معارض. وفي راجل كبير قرر يتعلم كمبيوتر، اتريقوا عليه في أول كورس بس ما سابش مكانه، بعد شهور بقى بيعلم ولاده يعملوا عروض باوربوينتس. وفي مطرب مشهور كان بيغني في شارع، اتقال له صوتك ما ينفعش، بس فضل يغني، وبعد سنين بقى صوته بيتذاع في العالم كله. وفي ست بدأت تتعلم رسم بعد سن 50، قالوا لها فات الوقت، بس هي كانت شايفة إن الوقت اللي فاضل يستاهل ترسمه. الكتاب بيديلك أدوات مش شعارات. خليك مرن، افصل الفشل عن هويتك، اسأل اتعلمت ايه، حول الوجع لدافع، وما تقارنش بدايتك بنص مشوار حد تاني. بيقولك كمان أوقات بتقع علشان تتواضع، وأوقات تانية علشان تكتشف إن الطريق مش ده فتغير الاتجاه. وفي الآخر مفيش حد بيطلع سلم النجاح من غير ما يتكعبل في أول درجة. أنا مالك، واللي سمعته النهاردة مش قصص وردية، دي وقائع حصلت بس ما كانتش آخر السطر. ودي واحدة من الحكايات اللي بنشاركها علشان نفتكر إحنا بنقع علشان نقوم. فبوك بايتس بالعربي، سلام.